ازيكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة كروشيه توتو. والنهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، خاصة في فصل الشتاء، يعني بيأثر علينا كلنا اصحاب البشرة الدهنية والشعر الدهني. ماشي. فالموضوع دوت انا ما اتكلمتش فيه الا لما جربت حاجة فعلا وجابت معايا نتيجة. لازم تكونوا يعني متأكدين من الموضوع ده. ماشي، لان انا بعاني من زي ناس كتير جدا من قشرة في الشعر. بس مش القشرة يعني في انواع كتير القشرة اللي هي العادية، القشرة العادية خالص. مش في نوع تاني بيبقى مرضي، وفي نوع بيبقى اللي هو وراثي وحاجات زي كده. مش هدخل في التفاصيل دي. انا بتكلم على القشرة العادية خالص اللي هي بتجينا في فصل الشتاء وما بنشوفهاش في فصل الصيف. تمام. القشرة دي مشكلتها في ايه؟ مشكلتها اللي انا قبل كده لما رحت كشفت، ماشي، كنت عادي بكشف عشان الحبوب كان بيطلع لي حبوب في الجزء دوت، حبوب صغيره خالص. ماشي. فلقيت ان الدكتور قالت لي ايه، قالت لي اللي انا عندي قشره كتير جدا جدا في الجزء ده، يعني القشره واقعه من شعري على الجزء ده كله، فمطلع لي حبوب صغيره. حتى انا ما زال عندي حبوب صغيره، مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا. تمام. فالمهم يعني بعد فترة طويلة في العلاج والكلام ده، بس ده كان الموضوع ده كان السنة اللي فاتت مثلا. فقعدت اخد بقى اللي هو الشامبو بتاع ضد القشرة والكلام ده كله. ولكن الشامبوات ديت مشكلتها الوحيدة اللي هي بتنشف الشعر بشكل رهيب، وما كانتش عجباني خالص لان كان شعري بدأ ينشف، ومع النشفان ده بدأ يهيش ويتقصف. فطبعا ما كنتش راضية عن الموضوع خالص. وغير كده كمان هي كانت ساعتها نصحاني ان انا اغسل شعري من 3 ل 4 مرات في الاسبوع، فطبعا ده كتير قوي اغسله بالشامبو. لكن يوميا اغسل شعري عادي، اغسل شعري عادي بميه. يعني تخيلوا كده، اللي انت المفروض كل يوم هتغسلي شعرك 4 مرات منهم هتغسليهم بشامبو، والثلاث مرات التانيين هتغسليهم بميه عاديه. فاللي هو انا حاسه الشعر يعني انهك جدا من كتر الحاجات دي. فطبعا انا وقفت اساسا الموضوع ده خالص، يعني فضلت مستخدماه لفتره، وبعد كده وقفت الموضوع ده خالص وما بقتش استخدم الحاجات دي خالص. طبعا هي كانت مع الشامبو، كانت عطياني بلسم، وكانت عطياني سبراي كده بيترش للشعر. فالمهم يعني، وكان السبراي حلو قوي يعني، او تقريبا مش سبراي، كانت عطياني ايه يا ربي، اللي هو ليف ان كان ليف ان حلو قوي قوي. ماشي. فخليني بقى اقول لكم على حاجه مؤخرا يعني انا عرفتها وطبقتها وجابت معايا نتيجه. ماشي. بس خلينا متفقين ان هي مش بتقضي على القشرة بنسبة 100%، بس على الاقل لو انت عندك قشرة هتقل بنسبة، قولي مثلا 60%. مش هنقول 50% لانها مش ما وصلتش ل 50%. ممكن لو فضلنا مستمرين عليها توصل. انا بقالي قد ايه مطبقة الموضوع ده؟ بقالي مثلا شهرين، تقريبا شهرين. ماشي. يعني لو انتوا فاكرين الفيديو اللي انا جبت فيه منتجات رو افريكا، ماشي، وارجعوا كده وشوفوا الفيديو ده كان بتاريخ كام. تقريبا مع الوقت ده هو نفس الوقت اللي انا بدأت فيه استخدم الطريقة ديت. ماشي. ممكن يكون اكتر من شهرين كمان. هبقى اكتب لكم هنا كده او هنا، يعني انا استخدمت المدة قد ايه بالظبط. ماشي. اول حاجه طبعا انتوا عارفين ان انا اخر مره كنت بستخدم فيها اللي هو الشامبو دوت بتاع رو افريكا، اللي هو الفوليكال بوستر. ماشي. اللي هو تبع المجموعه بتاعه الفوليكال بوستر، بس انا ما لقيتش بقيه المجموعه فجبت الشامبو بس. ماشي. بس بجد الشامبو هايل 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 هايل. يعني اي حد عايز يجيبه بجد رهيب، حلو جدا جدا. الترطيب بتاعه يعني، مش الترطيب بتاعه، عايزه اقول لكم ايه، ان هو مش من الشامبو اللي بيجفف الشعر ولا بيلزق الشعر. فالمهم يعني انا بضيف بقى على شامبو حاجه بسيطه خالص، هي بقى اللي بتحول الشامبو بتاعي، اعتبروه كانه شامبو بيزيل القشره بس ما بينشفش الشعر. يعني بيعمل الحاجتين، يعني ايه، اتنين في واحد زي ما بيقولوا كده. هي بقى ايه اللي انا بضيفه؟ بضيف عليه التي تري اويل. ماشي. اللي هو دوت، طبعا دوت تبع شركة أو تبع براند يعني اسمه برينوفا، مش أظن اللي هو براند مصري. فالمهم يعني إن التيتري أويل طبعا ليه استخدامات كتير خالص، بس لو انتوا جبتوا يعني، أنا بحط بالظبط 20 نقطة. مش عارفة بالظبط 20 نقطة دي كتير ولا قليل بصراحة، مش عارفة. بس ما عمليش أي تحسس ولا أي حساسية ولا تقريص ولا الكلام ده كله. لأن في ناس، برضو لازم أنوه لكم على الموضوع ده، في ناس لما بتيجي تستخدم التيتري أويل بتحس شوية اللي هو بيحرقها. ماشي. بالظبط تجربوه في اي منطقه. ماشي. كنقطه مثلا وحيده او كده، او ممكن تخففيها وتجربيها بحيث ان انت تعملوا تيست وتشوفي اذا كان هينفع معاكي ولا لا. انا عن نفسي لنفسي بحط 20 نقطه، لكن ممكن ال 20 نقطه دي ما تنفعش مع ناس تانيين، ممكن يعمل لهم تحسس. فبرضه عشان اكون امينه بالكامل وانا بنقل لكم الموضوع ده. ماشي. طبعا الموضوع ده انا جبتوش من عندي، ده دكتور هو اللي قايله. ماشي. فانا بحط 20 نقطة على ايه، على الكمية بتاعة الشامبو اللي انا هستخدمها في في الغسلة، يعني في غسلة شعري.
يعني فريش كده. هو من جوه هنا وطبعا بتفتح بطريقه معينه كده، هو زي قطاره، ماشي، هي زي قطاره كده، وهم عاملينها قطاره مخصوص لان اساسا التي تري اويل حاجه بتحسس، يعني فيها تحسس بشكل فظيع، ما ينفعش ان انت تستخدميها بنسبه كبيره، حاجات بسيطه جدا، نقط نقط فعلا. الشعر بيعمل كده، بيظبط افراز الدهون، ماشي. فضيفوه وجربوه، ماشي، واكتبوا لي تحت في الكومنتس اللي جربه وصل لايه، ماشي. بجد بيحول الشعر. من ضمن الحاجات اللي ظبطت معايا برضو حته القشره ديت، يعني وقللتها زي ما بقول لكم كده بنسبه 60% تقريبا، ماشي. ان انا بقيت اعمل حاجه اسمها اللي هو الدبل كلينزنج. عارفين الدبل كلينزنج اللي هو بتاع الوش؟ لا، انا بقيت اعمله في شعري. بقيت اغسل شعري مرتين بحاجتين مختلفين. طبعا زي ما انتوا عارفين انا بستخدم حاليا اللي هو رو افريكا. انا جبت معاه اللي هو بتاع سترونج فيل، ماشي، اللي هو الشامبو بتاعهم. خطير جدا جدا يا جماعه، وبقالي فتره قليله جدا بستخدمه، يعني بقالي تقريبا اقل من شهر، اقل من شهر بستخدمه. والموضوع اللي انا بعمله دوت، حوار التي تري اويل على شامبو زي ما بقول لكم ده بقاله فتره، لكن حته اللي انا بغسل شعري مرتين ده بقاله يعني تقريبا اقل من شهر تقريبا يعني، ماشي. بس للاسف يعني انا ما عجبنيش حاجه بقى في الشامبو دوت، اللي هو كميته صغيره قوي، يعني انا حاساه هيخلص بسرعه. يعني تقريبا هو واصل معايا دلوقتي لحد هنا، مش عارفه هل انا اللي بستخدم كتير ولا ايه بالظبط، مش عارفه. ده بقى بستخدمه عادي، يعني انا الاول بحط على رو افريكا دوت التي تري اويل بس. سترونج فيل ما بحطش عليه تي تري اويل. بغسل شعري عادي، بشطف شعري خالص من رو افريكا، وبعد كده بغسل شعري مره تانية بسترونج فيل، ماشي. ممكن تحسوا ان ده اوفر، اللي هو ليه تغسلي شعرك مرتين والكلام ده كله، بس انا الطريقه دي نافعه معايا قوي، وشعري خفيف كده و... وبطلع من بعد ما بغسله بحس شعري كده ايه، مش تقيل كده. مش عارفه في حد بيحس الاحساس ده زي حالتي ولا ايه، اللي هو في غسله شعر كده تحس شعرك خفيف كده ونضيف بعديها، في غسله كده تحس الشعر تقيل. فانا بحس الاحساس ده، فبكون راضيه عن نفسي جدا، بحس ان انا غسلت شعري كويس قوي. تمام، ماشي. في بقى شويه حاجات انا جبتها، طبعا انا عارفه كويس جدا، هو مش المفروض ان انا ببرر، ولكن انا بقالي فتره طويله زي ما قلت لكم قبل كده، يعني بختبر سان سكرين كتير والكلام ده كله. ومع اختباري للسان سكرين كتير دوت انا بوظت وشي حقيقة. يعني الفترة اللي فاتت كلها ما طلعتش صورت اي فيديو بوشي، عشان كان وشي مش في احسن حالاته خالص، وكان في حبوب كتير، وانا كان بقالي فترة طويلة جدا من عمري ما طلعليش حبوب. واظن يعني احنا عدينا مرحلة المراهقة من زمان، كبرنا بقى وخلاص، وبقينا يعني بقينا بنشتغل وكده، فعدينا مرحلة المراهقة ديت من زمان خالص، ماشي. فالمهم يعني الفترة اللي فاتت طلع لي حبوب، وحبوب بقى زي زمان، اللي هو الحبوب بقى اللي فيها عين بيضة ديت والحاجات ديت، ماشي. وده كان بسبب ايه بقى؟ بسبب طبعا لخبطة الهرمونات اولا، ماشي، مش هرمونات جسمي، حاسه هرمونات وشي هي اللي كانت متلخبطه. غير كده كمان كنت بستخدم منتجات كتير قوي، حاسه اللي هي ملهاش اي 30 لازمه. يعني لما جبت منتجات ديرماتيك حسيت بجد المنتجات دي بوظت لي وشي، ما نفعتهوش باي حاجه حرفيا يعني. وطبعا لما استخدمت السان سكرين بتاعهم، ماشي، لذيذ، هو شكله عسول قوي، يعني شكله تحسه كيوت كده، بس هو بجد بشع، بشع فعلا. الابشع بقى منه، وان انا يعني انصدمت فيه خالص، وطبعا لسه موجود يعني، وما عملتش فيه اي حاجه، يعني تقريبا استخدمته اقل من شهر، ماشي. اللي هو طبعا فاكيشن دوت، اللي هو السبراي. طبعا مش هرش منه عشان ده بيبوظ لي الدنيا خالص. طبعا فاكيشن ده يعني مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه. اولا انا عندي جيوب انفيه، ماشي، هو بوظ لي الدنيا في الجيوب الانفيه بتاعتي، وزود لي الحساسيه اللي عندي. ويعني الموضوع وصل بقى ان انا بقيت اعمل بقى جلسات اكسجين ومش عارفه ايه والكلام ده كله، بسبب ان انا ما كنتش بقدر اتنفس كويس. وقعدت يعني اقول لنفسي ايه هو، انا ايه اللي مخليني يعني واصله للمرحله ديت، ومش واخده بالي خالص من البتاع ده. كان بيعمل لي حساسيه في عينيا، ماشي. يعني طبعا انت لما بترشي بتعملي كده، افتحي عينيكي بقى بعديه على طول، الريحه حرفيا دخلت في مناخيرك وعينيكي، ماشي. وطبعا اول حاجه تلاقي عينيكي فجاه بدات تدمع، مناخيرك مش حاسه ان انت شامه، اساسا انت مش شامه حاجه، خلاص قفلت.
فالموضوع زاد بقى معايا مرة على مرة، مرة على مرة، فدخلت بقى في أزمة وما اعرفش ايه وحاجات كده. يعني الموضوع يعني ايه، قلب ناحية تانية خالص من سان سكرين لمصيبة سودا. فبجد بجد ما بنصحش بيه حد. لو حد عنده حساسية جيوب أنفية، ماشي، ما يستخدموش بجد، هيبوظ الدنيا معاكم يا جماعة. بجد هو صيت على الفاضي، وعملوا عليه حوارات على الفاضي، ماشي، وكل الناس بتتكلم عنه رهيب. محدش خالص قال نقطة. أنا بستغرب بصراحة اللي بيطلع يقول ريفيو عن منتج وما قالش نقطة إن هو ريحته كحول. هو كحول طبعا، هو لسه زي ما هو بجد. يعني زي ما بقول لكم أنا أقل من شهر يعني، تلات أرباعه زي ما هو يعني. مستنية إن شاء الله الصلاحية بتاعته هتنتهي وهرميه يعني. فطبعا رجعت لإيه، لمنتجي المفضل. ماشي، انا يعني انا زي بقيه الناس اللي كنت مقاطعه وما زلت مقاطعه منتجات كتير جدا جدا جدا، ولكن الموضوع وصل معايا لحد ما خلاص بقى انا مش هجرب منتجات تاني، مش هجرب في نفسي اكتر من كده. ماشي، فطبعا جبت لاروش اكيد. ماشي، والفيديو ده مش تحفيز للناس اللي هي تبعد عن المنتجات المصرية وتقول لا خلاص يعني مفيش امل. اكيد في منتجات تانية ممكن تكون كويسة. فطبعا عشان يعني اظن ان حاجز البشرة كان اتدمر وبقى في مشاكل كتير والكلام ده كله. انا كنت بستخدم زمان الفقلار والكلام ده، بس جبت عشان حاجز البشرة، لان انا حتة الحبوب الكتير اللي تطلع مرة واحدة ديت معناها اكيد في مشكلة في حاجز البشرة. ماشي، واكيد الحاجات دي اثرت على وشي بشكل او باخر، وكل المنتجات التانية اللي انا كنت بستخدمها ولخبطت الدنيا فاثرت على وشي. فجبت اللي هو ايه، سيكا بلاست. ماشي، فجبت الاتنين مع بعض. تمام. و... وحاليا انا بستخدم، يعني حاليا انا بستخدم ده وبستخدم السان سكرين بس. هم دول اللي انا بستخدمهم على وشي، مبستخدمش اي حاجة تانية خالص. ماشي، عشان ايه بقى؟ عشان انا عايزة يعني اعيد، زي ما بيقولوا اعادة ترميم لكل الحاجات اللي باظت قبل كده. بصوا البرفيوم دوت، هو شكله حلو قوي على السول وكده، تمام، بس اظن الناس اللي هتحبه يعني هو ريحته توت خالص، ريحته فواكه كده ومش عارفه ايه. فالناس اللي هتحبه هو ريحته حلوه مش ريحته وحشه. وكمان يعني تحسوا نسبه الكحول فيه يعني هاديه 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 خالص. ماشي. أم، وسعره كويس، وكمان كميته اللي هو 100 مللي. نادرا لما بتكلم على اي برفيوم في الفيديوهات بتاعتي، انا دايما بتكلم على البادي سبلاش عشان انا بحب البادي سبلاش. ماشي، فعشان ريحته بتطير بسرعه والكلام ده كله. البرفيوم ده برضو ريحته بتطير بسرعه، بس يعني انا اكيد ما بنصحش حد اللي هو يرش برفيوم ويطلع بيه، عشان طبعا كلنا عارفين انه اكيد في حرمانيه. مش حرمانيه طبعا، اللي هو ريحته فواحه جدا وتعدي على الناس يشموا ريحتك والكلام ده كله. لكن يعني مش هبرر او كده، بس ممكن ترشيه تحت الهدوم خالص. ماشي، بس بحيث ان انت تتاكدي اللي هو مش هتطلع الريحه. هتطلع الريحه يبقى ما ترشوش احسن عشان تتجنبي الشبهه. ماشي، واحنا ايه في عرض اللي احنا ان شاء الله ندخل كلنا الجنه يعني. تمام. لو انتوا بتحبوا الريحه اللي هي بتاعت التوت والفواكه والحاجات ديت، هتحبوا البرفيوم دوت. لو انتوا زي حالاتي بتميلوا للروائح اللي هي عامله زي ليبر عارفين اللي هي الروائح ديت اللي هي بتاعت ليبر ديت، ريحتها تحفه جميله. انا بحب بقى الروائح ديت. ماشي، روائح تقيله شويه. ماشي، بتنفع في الشتاء اكتر من الصيف. دي ريحه صيفي قوي، بس برضو بستخدمها يعني. بصوا انا جايباها بقالي فتره، بس بصوا قد ايه استخدمتها، كميه صغيره قوي، لان ايه يعني مش ليا فيها قوي. دايما برشها مثلا في البيت، برشها على المخده قبل ما انام، الكلام دوت يعني. ماليش في الريحه دي قوي، بس قلت يعني اوريها لكم عشان لو حد بيحب الروائح ديت. تمام. مش لو عجبكم الفيديو اكيد ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. تمام، اتمنى ان انتوا تكونوا بخير.